أول تصريح رسمي من شرطة تعز حول ظهور المطلوب الأمني غزوان المخلافي لدى جماعة الحوثي. وأوضح القيادي الأمني بشرطة تعز أسامة الشرعبي عن الصورة المتداولة لغزوان المخلافي المطلوب أمنيا بمدينة تعز برفقة القيادي الحوثي سلطان السامعي. وقال الشرعبي في توضيح مفصل له بخصوص الصورة المتداولة للمطلوب أمنيا غزوان المخلافي بجوار عضو المجلس السياسي لميليشيات الانقلاب سلطان السامعي، فإننا في شرطة تعز لم نستغرب أبدا عن هذا الخبر، والذي يؤكد على هذه الأمور وهو أن الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تعمل بكل جدية ومهنية لملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتضيق الخناق عليهم، ومن ينجو من قبضتها يبحث عن ملاذات آمنة خارج نطاق سيطرتها. وأن مدينة تعز نطاق الشرعية، ومهما كانت الظروف فإنها بيئة طاردة للعصابات والعناصر الإجرامية ولا توفر أي غطاء أو أي حصانة لهم، وأنها مع الدولة والأمن والاستقرار بمختلف مكوناتها وأطيافها ومؤسساتها. وقال أيضا وهو الأهم والذي يجب أن يتنبه له أبناء تعز هو طبيعة هذه الميليشيات الإرهابية التي لا تتورع عن استخدام أكبر الوسائل والأساليب في حربها على اليمن ومحافظة تعز على وجه الخصوص، وأنها عبارة عن عصابات إجرامية ومجموعة من الخارجين عن النظام والقانون وحاضنة لكل الجرائم والمجرمين. وأشار أيضا إلى أن غزوان المخلافي لم يكن الأول ولم يكون الأخير من المطلوبين أمنيا الذي وفرت لهم ميليشيات الانقلاب ممر آمن واحتضنتهم كأدوات تستخدمها ضد تعز، وهو ما يثبت أن غزوان وكل من فروا إلى أحضان الميليشيات الانقلابية لم يكونوا إلا أدوات تعمل لصالح العدو الانقلابي داخل المدينة. واختتم قائلا وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية وضرورة استكمال تحرير مدينة تعز وعموم الجمهورية لينعم الوطن بالأمن والاستقرار، وأن بقاء واستمرار هذه العصابات الانقلابية يعني استمرار الجريمة والعبث والإرهاب. وتحياتي لكم وفي أمان الله.